قبل أن يخلق أين الله؟ لعل هذا سؤال يخلي الحيرة تزداد. أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أين الله قبل أن يخلق العرش؟ أين الله قبل أن يخلق القلم؟ أين الله قبل أن يخلق الماء؟ أين الله عز وجل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال: أين الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال: كان الله ولا شيء معه. هنا يا أبو راشد علينا أن نتوقف لتزداد العظمة في عقولنا وفي قلوبنا لله عز وجل. وهذا دليل أن الله عز وجل في غنى تام عن كل شيء، فهو خلق العرش وهو في غنى عنه، وخلق الملائكة وهو في غنى عنهم، وخلق الكرسي وهو في غنى عنه، وخلق الماء وهو في غنى عنه. فغنى الله تام سبحان الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء والله موجود. وهناك كانت بداية الخلق. عندما أقول لك في الدنيا صناعة الآيفون، صناعة الساعة، صناعة الثوب، صناعة الكرسي من أدوات جمعت، صحيح، فالأمر طبيعي. عندما نقول خلق الخلق أو خلق العرش أو خلق الكرسي أو خلق الماء، من ماذا؟ من لا شيء. خلق المجرات، من ماذا؟ خلق السماوات والأراضين، من ماذا؟ خلق الجن والإنس، من ماذا؟ خلق آدم، من ماذا؟ ثم قال: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. ما لا نراه هو أكثر مما نشاهده ونراه يا رجل. إذا في البحر في أشياء ما شفناها. الله أكبر. كل هذه العوالم خلقها بكن فيكون. الله أكبر. هذا هو ربي. هذه القدرة الإلهية في بداية الخلق. أول ما خلق القلم، فقال القلم: اكتب. وهنا تأتي العظمة. دولة بمؤسساتها، بخبرائها، بما فيها، عشان يحط لك خطة خمسية كم من شخص يشتغل فيها. الله عز وجل عندما خلق الكون بلا خرائط، بلا هندسة، بلا مستشارين، بلا معينين، بلا أحد. تخيل يا رجل كم هي المهمة مستحيلة بالنسبة لعقولنا، وهي بالنسبة لله كن فيكون. الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، فقال: يا ربي وما أكتب؟ هنا يعجز العقل على أن يتخيل، لأنه ما قال له اكتب أحداث يوم واحد ولا سنة واحدة ولا سنتين ولا مليون ولا مليونين. قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فبدأ هذا القلم يكتب في اللوح المحفوظ ما سيجري إلى قيام الساعة. كل هذه الأحداث وهذه المليارات وهذه الأحداث التي تمر بالثانية كتبت بدقة متناهية، لدرجة على سبيل المثال للحصر: قطرة المطر تنزل في أرض، على سيارة، على رأس، على مكان، بأمر من الله عز وجل يضعها هذا الملك في هذا المكان. لا تقع هذه القطرة إلا في هذا المكان، لأنها مما كتب. خالد، يعني أنت تقصد أن الله كتب التفاصيل كلها؟ كل التفاصيل كتبت. رفعت الأقلام وجفت الصحف.